بعد الخلع يا ترى افضل حل ان انا اعمل زراعه ولا اعمل تركيبه؟ طيب خلينا نتفق يا صديقي ان افضل حل بالنسبه لي ان انا اعوض الضرس المفقود بزرعه. ولو انا عندي مكان كبير او مثلا فاقد كل الاسنان بتاعتي، ممكن ان انا بقدر اعمل على 4 أو 6 زرعات تركيبه كامله ثابته في اسناني. طيب لو انا مش هقدر اعمل الزراعه لاي اسباب، ممكن مثلا اسباب صحيه، ممكن ساعتها الجا للتركيبات الثابته. لو انا عندي مثلا ضرس مفقود بين ضرسين، بضطر ان انا ابرد ضرس قبل وضرس بعد وبعمل ما بينهم ما يسمى جسر او بريدج. طب لو انا مش هقدر اعمل التركيبه الثابته نتيجه مثلا فقدان الجزء الاخر اللي موجود من البريدج، او انا مثلا عندي فقد لكل الضروس الخلفيه وموجوده بس الاسنان الاماميه، ساعتها ممكن الجا ان انا اعمل تركيبه متحركه، ودي هتعوض معايا الفانكشن الطبيعيه بتاعتي، ان انا اقدر اكل وان انا اقدر اتكلم واتعامل بشكل طبيعي جدا.